ازيكم عاملين ايه؟ انا الاء ابراهيم، اللي لسه ما يعرفنيش اهلا بيكم في قناتي. طيب، كذا حد طلب مني ان انا اتكلم عن ايجابيات وسلبيات الجواز من واحد الماني. بكوني المانيه مصريه واتربيت في المانيا، ومامتي المانيه مصريه وجوزي الماني، وعايشه في المانيا بقالي فتره كبيره. وبختلط مع المان كتير، فشفت حاجات كتيره، فانا هحكي حاجات مش عشان مش هحكيها عن جوزي، انا جوزي كذا فلازم كلهم يبقوا كذا، لا طبعا مش كده، مش هتكلم عن جوزي، فهي صفات موجوده في الالمان مش في حاجات موجوده في جوزي انا. آه في حاجات هقولها، انا مش هقول ايجابياتهم واحد اتنين تلاته وسلبياتهم واحد اتنين تلاته، انا هقولهم كلهم عشان ممكن تبقى ايجابيات بالنسبه لواحد سلبيات والعكس، فانا هقول عادي حاجات كتيره وانتوا شوفوا بالنسبه لكم سلبيه ولا ايجابيه. في 3 فيديوهات انا صورتهم، هتفهموا اكتر طبعهم وعاداتهم وثقافتهم وحاجات أساسية عن ألمانيا وعن الألمان. 3 فيديوهات مهمين قوي عشان اللي عايز يرتبط بألمان أو عايز يفهم طبعهم ودماغهم أو هيتعامل معاهم في شغل أو في أي حاجة. فيديو اسمه عادات الألمان، ثقافات الألمان، والتالت اسمه حاجات لازم تعرفها قبل ما تيجي ألمانيا. هحط لكم فيديوهاتهم هنا تبقى عارفين شكلهم والرابط بتاعهم في صندوق الوصف. اتفرجوا عليهم عشان تجمعوا فكرة كده عامة عن تفكيرهم، طبعهم، ثقافتهم، تشوفوا دماغهم دي فيها ايه. واللي يتعامل مع ألمان وشاف حاجات تانية، أو متجوز ألمان سواء ست أو راجل وشاف حاجات تانية مختلفة، أو حاجات أنا قلتها مثلا بالنسبة لكم حاجات لأ أنا شفت حاجة تانية، اكتبوا خلينا نتناقش في الكومنتات. وانا مش رسول انزل يعني هقول حاجه هي لازم تبقى كده، لا طبعا الناس كلها مختلفه. يعني ممكن اقول طبعا موجود في 50% من بني ادمين، انا مثلا شفت ال 50% دول بس في حاجات تانية موجوده، فانتوا زودوا عليا صححوا ليا، واللي شاف حاجات تانية يكتبها برضو. طيب اللي عايز يرتبط بالماني او بالمانيه يعني لازم تفكروا في الموضوع انكم مش هترتبطوا بيه هو بس، لا انتوا هترتبطوا بالاهل، مش عشان هم ساكنين قريبين منكم او عشان هم مثلا في قاره تانية او كده، لا هو واخد تربيتهم، واخد طبعهم، واخد من عاداتهم هم كمان، يعني مش بس من المانيا، لا من اهلهم. فلازم تفكروا ان انا يعني نعرف الاهل كويس، ونعرف الاهل ده قابلني او لا، الاهل ده دماغه عامل ازاي، هل هعرف اتفاهم معاه بعد كده، هل تربية الاولاد بعد كده معاهم ان هم يربوا مع الطفل او يبقى متفهمين ان انا ليا عاداتي وانا ليا تربيتي وانتوا لكم تربيتكم وما تتدخلوش، هل النقطة دي موجودة عندهم ولا لا. في الأغلبية مش موجودة عند الألمان، بس افرض صدفت إن في العيلة دي موجودة عندهم، فنشوف الموضوع ده هل فعلا أنا عايزة إن أربي ولادي مع تفكير الأهل ده ولا مش عايز. ومعظم ده مش عمري ما أقول كلهم، عشان ما فيش حاجة اسمها كل الشعب كده، مش حاجة اسمها الشعب المنوفي كله بخيل، مش عارفة الصعيدي كله دماغه ناشفة، مفيش حاجة اسمها كده. فمعظم الألمان دمهم مش حامي. العرب او في افريقيا بالذات كمان في دم حامي، فحاجه زي كده مثلا ممكن بالنسبه لحد عيب وبالنسبه لحد تاني لا دي ايجابيه، انا يا ريت حد كده هادي وروتيني وبيحبش لا، فبتختلف. فهي حاجات هقولها ايجابيات للناس سلبيات للناس زي ما قلنا. فبالتالي بقى هزارهم رغيهم وطبعهم مش زينا خالص، يعني ممكن تلاقي العربي على طول بيهزر ونكت ومش عارف ايه وافيهات ومش عارف ايه، الالماني لا خالص، ما هوش في الحاجات دي. في منهم ليه في منهم ليهم في كده، بس مش شرط يعني. فشوف البني ادم والعيله بتاعت البني ادم واقرب الناس ليه هم طبعهم عامل ازاي، هزارهم رغيهم، هل الحاجه دي اصلا مهمه بالنسبه لك ولا مش مهمه. فهي اولويات برضو بالنسبه للناس. هل طبعهم، طبع الالمان ده بالنسبة لك عيب ولا ميزة؟ لما تشوف الفيديوهات اللي انا كنت اتكلمت عليها اللي انا بقولك عليها دي، شوفها وشوف الطبع ده انت حابب تتعامل معاه ولا بالنسبة لك لا ايه ده، الناس دي ناس هايفة، ناس باردة، ناس ملهاش أولويات، ناس بتتكلم في أي حاجة، ناس ما بتتكلمش خالص يعني. شوف الحاجات دي بالنسبة لك أصلا حاجة مهمة ولا عادي أهم حاجة بناكل وبنشرب. بس العرب طبعهم مش كده، طبعهم ان احنا لا احنا عايزين ان تبقى اللغه اللي بتعامل فيها مع جوزي ومع ولادي، يعني في حاجه اسمها لغه بينك وبين جوزك او جوزك، وفي حاجه اسمها لغه بينك وبين عيالك، وفي حاجه اسمها لغه العيله. هل انت عايزه لغه العيله تبقى انهي لغه، لغه الام بتاعتك ولا مش فارقه؟ بالنسبه للناس دي حاجه مهمه قوي. في بقى حاجه مهمه، ان الست غير الراجل، بمعنى ايه؟ ان لو واحده عربيه هتتجوز الماني غير لو واحد عربي هيتجوز ألمانية. بمعنى
ان العرب عندهم في الاصل، مش كله، معظم العرب عندهم ان الراجل سي السيد، ان الراجل هو الباشا، الراجل اللي يتكلم ويقول الامر فالست تنفذ، الراجل هو بيجي بتعمل كوبايه الشاي، الراجل هو بيشتغل بس والست بتعمل كل شغل البيت وكده. ف... فممكن، مش شرط، ممكن انها تبقى عيب على الراجل العربي لما يتجوز المانيه، ان هو في حاجه اسمها الست هتنزل تشتغل وانت هتنزل تشتغل برضو عادي، بس انت كده معناها انك هتنظف، هتغسل، هتعمل مواعين، هتربي في العيال، هتاخد العيال وتفسحهم وتشربهم وتطيبهم وتربي فيهم وتوديهم يلعبوا تحت، وست قاعده في البيت بتريح مثلا. في رجاله ما تقبلش حاجه زي كده على نفسها، في رجاله اصلا ما تقبلش الست تنزل تشتغل، مش كتير بس موجوده. ف والعكس صحيح بقى، لو الست هي العربية والراجل هو الألماني، فالراجل الألماني عنده عادي إن أنا باخد الولد بقعد معاه أسبوع بنصيف، أو باخده ساعتين بلعب معاه، والست قاعدة في البيت بتعمل شغل البيت أو بتريح أو خارجة مع أصحابها، ده العادي بالنسبة له. فبالنسبة للست العربية يا سلام، ده أنا كده هتدلع. ف... فهي يعني وجهات نظر، وهي بتختلف برضه. ففكروا فيها من كل النواحي، هي مش موضوع يا ده هتجوز اجنبي بقى وبقى راجل عسول وانا هجيب عيله عسوله وهنعيش في اوروبا والحياه ورديه. لا طبعا، مش حاجه اسمها كده. بالنسبه لمصاريف البيت و... والايجار، العادي ان الراجل هو بيدفعه، بس لو نفترض ان الراجل مثلا دخله اقل من دخل الست، عادي الست هتشارك في دخل البيت وفي الايجار، ممكن بالاتفاق، هي كل حاجه بالاتفاق. مفيش حاجه اسمها هم بيعملوا كده فكل شعب بيعمل كده، هم بيتفقوا. الراجل مثلا بيدفع الايجار، ست مثلا بتدفع كل حاجه مصاريف البيت، او الراجل بيدفع الايجار ومصاريف البيت عشان دخله مثلا اكبر بكتير جدا من الست، بس الست مثلا عليها اي اجازات واي مصاريف وسفريات عليها هي مثلا، فهي بتبقى باتفاق وعلى حسب دخلهم. مفيش حاجه اسمها لا هو راجل بيتكفل بكل حاجه وكمان بيديني مصروفي وانا قاعده يا باشا في البيت وبشتغل ومصروفي ليا وبدلع نفسي. لا، ما هي مش قاعده. فنفترض كان بداية أول الجواز الراجل كان بيقبض حلو قوي، ست مثلا بتقبض حاجة قليلة أو ما بتقبضش، فكان اتفقوا على حاجة معينة، حصلت الظروف الراجل مثلا ما اشتغلش أو اشتغل من شغلانة أقل من الست، ساعتها عادي بنتفق إن في الفترة دي أنت هتشيلي الإيجار وأنا مش عارف هصرف على البيت مثلا، عادي. فهي بتبقى بالاتفاق، مش حاجة اسمها هي قاعدة بنمشي عليها. وبرضه ناخد بالنا في هيسمع الفيديو هيعرف ان موضوع ان عند الالماني عادي ان الطفل بيكمل، سواء بنت او ولد، بيكمل 18 سنه بتسكن في شقه لوحدها، اللي هو يعني افرضوا انتوا اتفقتوا ومش هتغيروا اتفاقكم ان هو مش هيحصل كذا، هتعملوا ايه بقى لما تكونوا عايشين في دوله اوروبيه والراجل كمان نص العيله المانيه، والاغلب ان الراجل عيلته موجوده في المانيا والست العربيه لو هي عربيه يعني اهلها مش موجودين. فبالنسبه للولد بتاعكم الاغلبيه ان اصحابه والبلد واهله الموجودين هنا المان، مش معنى هم اصحابي بيعملوا وبيروحوا وبيباتوا وبيسكنوا لوحدهم وانا لا. فانت لوحدك واقفه، اهلك مش موجودين، العادات والثقافات مش عارفه تطبقيها كلها، فانت موجوده، يعني هنقول بتكافحي مع الولد ومع الزوج ومع الاهل ومع البلد عشان تعملي دينك او ثقافتك، او اللي هو لا مش حاجه اسمها عندنا الولد بيبات اسبوع بره او الولد بيخرج بره البيت بعد 18 سنه. انت بتكافحي او انت بتكافح لوحدك وسط كل ده. هل انت عايز حاجه زي كده؟ هل انت مستعد حاجه زي كده؟ هل دي حاجه بالنسبه لك اولويات ولا عادي ما انا اصلا كنت عايز كده؟ تفرق. اهم حاجه التربيه والاخلاق، بغض النظر الورقه بتقول ايه، هو جنسيته ايه، هو جاي من فين، هو اتربى فين، ان شاء الله جاي من القمر، ان شاء الله جاي من فين. تربيته واخلاقه وتوافق الشخصيه بين الزوج والزوجه محتاجه وقت، خدوا وقتكم، شوفوا كل الإيجابيات، لازم تعرف، أقصد شوفوا كل السلبيات، لو مش عارفة أو مش عارف سلبيات الست دي إيه أو الراجل ده إيه يبقى أنت مش عارف الشخصية كويس. لازم تشوفوا تربيته وأخلاقه وطبعه عامل إزاي، ده الأساس اللي بنبني عليه، مش الجنسية. الجنسية دي مجرد عادات وثقافات هم مختلفة شوية عننا، قلناها في فيديوهات تانية ونوهت على نقط بسيطة في الفيديو هنا. فشوفوا الثلاث فيديوهات التانيين فتعرفوا طبعهم وعاداتهم عاملة ازاي، ده اللي هيختلف شوية. بس التربية والأخلاق هي دي اللي بنمشي عليها. أتمنى يكون الفيديو أفادكم، وشيروه مع ناس الحاجات دي بالنسبة لهم مهمة، وأشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.